السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مواهب سهرات مع وليد حسين. النهاردة فيديو جديد كده عن تصليح علبة الدركسيون كيا كارينز. كان أستاذ إيهاب عنده مشكلة كده وفي علبة الدركسيون، والحمد لله حليناها له. هو بقى يحكي لكم إيه اللي حصل معاه والله هو كان في طقطقة في العلبة في الملفات والمطبات والحاجات ديت. وكان في صوت كده مزعج جدا وانا بلف الطارة يمين وشمال. تمام. فالحمد لله رب العالمين، يعني خير. طب الحمد لله. أنت رحت لحد قال لك إيه؟ قال لي لا، غير علبة دركسيون. تمام؟ تمام. إحنا فكينا العلبة وعملناها وتمام التمام. في أي وصلنا. مشكلة بعد ما جربنا؟ لا لا لا، الحمد لله رب تمام؟ العالمين، تمام زي الفل والله. تمام. ده طبعا زي ما قلنا كده بردك في الفيديو بتاع استاذ عبده. كان عنده بردك المشكله في علبه الدركسيون، وراح جاب علبه الدركسيون والكلام ده، وبردك الحمد لله حلينا المشكله وما غيرناش علبه الدركسيون. وكان جايب علبه دركسيون صيني ب 2500 جنيه. طبعا النهارده بردك في العربيه دي الحمد لله بردك الراجل جاي وبفضل الله عملناها له. وطبعا هتكملوا بقيه الفيديو وهتشوفوا طبعا العيب اللي كان في العلبه ايه، بس احنا ما كملناش الفيديو للاخر، معلش بقى. شكرا لكم في قناه مواهب ثروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مواهب ثروت مع وليد حسين. النهاردة شرح عن علبة دركسيون كيا كاريز. فيها طقطقة في الكسرة يمين وشمال، طقطقة جامدة. معانا العلبة علبة الدركسيون طبعا احنا حلينا الأنطرة كلها زي ما انتوا عارفين. اللي في العلب معظم العلب العربيات الجديدة لازم تحل الأنطرة طبعا. وطبعا هنا زي بردك شايفين هنا الميزان تقيل قوي مش خفيف، وعندنا صابع الميزان دي وحشه. طبعا هنفك الفار العلبه كلها عشان العلبه كلها بتطقطق طبعا، بس الطقطقه مش هتظهر معاكم في الفيديو. الطقطقه اهي، قرب كده شويه، ممكن مش عارف بقى تسمعوها ولا ما تسمعوهاش. ادي الطقطقه اهي في الفيديو. لو سامعينها بقى طبعا ادي دي الطقطقه اللي في علبه الدركسيون لما بيجي يكسر شمال وبيجي يكسر يمين. عربيه كده كارنز. عربيه ايه زي ما انتم شايفين، احنا مفورين العفشه بتاعتها كلها وادي الانطره بتاعتها. طبعا نفور العلبه، وبعد ما نفور العلبه واحده واحده نعرف العيب ايه وهنقول لكم طبعا. صور. دلوقتي احنا فكينا اهو الحلزونه خالص، وفكيت البستم خالص من مكانه. وطبعا هنا المشكله في البستم ده قافش على الدراع نفسه. طبعا هنركب وهنشحم وهنظبط العلبه نفسها، وفي الاخر ايه هنجرب ان شاء الله، وان شاء الله يكون خير. ادي العلبه ايه وادي العلبه نفسها. دي علبه خلاص مفيش اكتر، مفيش بستم راكب كده.